السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، ازيكم متابعيني النهاردة ان شاء الله. من بعد بقى كل سنة وانتم طيبين، ما خلصنا رمضان ومشي على خير. عملنا ايه النهاردة بقى؟ الكرنبة دي اللي كنت جايبها لكم ووريتها لكم ساعة ما الفيديو اللي فات. عملت بصل اهو يا حبايبي وشوحت شوية، حطيت طماطم، بسلق الكرنبة يا حبايب قلبي اهو. شايفين؟ والله القوطة بقت صعبة، مجنونة يا قوطة، مش عارفين نعمل ايه بصراحة. شاف قوطة كمان اهو. دول 3 كيلو ونص. بحب انا اسبك والتسبيكة تبقى عندي كتير، قلت اعملهم بالمرة. وبقلب في الطماطم اهي وهي على النار. دلوقتي بطلع الكرنب وانا بسلقه اهو يا حبايب قلبي. بطلعه اهو وبقلبه. طبعا الكرنب ده اسمه ايه يا حبايبي؟ بطي. ده ما بياخدش سوا يا حبايبي. ما بحطوش تحت الحنفية بعد ما بسلقه. ليه بقى يا بوحة مش ببرده؟ لا، بعمله ازاي بقى؟ بحط السخن على السخن عشان لو انا مطلعه حته كده ولا كده نيه فياكل ويسوي بعضه. فاهمين يا حبايبي؟ بقى عماله اقلب فيه اهو عشان في حتت، ايوه الحته اللي عند القرقوشه دي بتبقى حبايبي ايه ماسكه شويه، فلازم ايه اسويها. مش معنى كده ان انا اسويها اهريها، انا كده كده بخليه يقعد 10 دقايق. طبعا دي اتسبكت خلاص. بحط لها الملح، الكمون، 7 بهارات، شويه فلفل اسود، وحطيت يا حبايبي الملح. هقلب بقى فيها كده. اتسبكت الايدان بتاعها طلع، اللي هو الايدان ايه يا حبايبي؟ اللي هو الزيت من فوق. غسلت الرز وحطيته اهو. هديله كام تشويحه كده على الماشي يا حبايب قلبي اهو زي ما انتم شايفين. احط صلصه بقى زي ما انا عايزه. انا عايزاه مبيدي شويه بحط، انا عايزاه. انا بحب بصراحه بالحاجه بعملها مظبوطه. بحب الصلصه تكون في الحاجه بالذات المحشي تكون كتيره. ليه بقى؟ تكون الرز احمر عشان ما تيجي تحطي الشوربه ما يبيضش منك. لكن لو عملتيه ابيض وحطيتي الشوربه طبعا ايه اكيد بيشرب منه فبيبيض. لا انا ما بعملش كده، انا بقعد اقلب 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 اهو زي ما انتم شايفين. ولو عايزت بحط لها. وسلقت الكرنبه اهي. الكرنبه طبعا طلعت وخلصت خلاص، فطبعا هوريها لكم بقى وانا ايه موضباها. عماله اقلب في الرز. بصوا الايدان بحط له شويه زيت، الزيت بتاع الصلصه. ليه يا بوحه؟ كده عشان يديله طعم. انا ممكن احط له زيت بس الزيت اللي عندي اللي هو ني، يعني يعتبر ان انا ما حمرتش فيه حاجه، مش هيديله طعم. فانا بحب ايه ادي كل حاجه حقها يا حبايب قلبي. فاهميني؟ اه. بقلب بقى بحط على الرز برضو الصلصه كتير بحبها. الشوح بقى شويه يا حبايبي واروح ايه فضياه. وقاعده فين؟ قاعده على الارض. ليه يا بوحه انت بتقعدي على الارض؟ يا حبايبي انا بقف كتير. بس قطعتي دلوقتي ايه الورق بتاع الكرنب وريته لكم. انا بقف كتير في المطبخ، مش معنى ان انا بعمل الطبخه واعملها وانزلها على اليوتيوب وخلاص. لا، بقف في تصبين، في مطبخ بيتروق، في ارضيه بتتمسح كده. انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. ربنا يديني الصحه يا رب، ما يحرمني منها ولا منكم يا رب. حشيت دلوقتي شويه في الحله اهو يا حبايب قلبي اهو. عمال احشي معاكم اهو يا حبايب قلبي. شايفين اهو. بقعد بقى براحتي في الارض. عايزه اجيب يا حبايبي بقى ايه ترابيزه وكرسي. رحت اجيبهم يا حبايبي قالوا لي بكام؟ قالوا لي 500 جنيه الواحد. ديك وديك. بص يا حبايبي انا عملت دلوقتي حله اهي اللي هي مشطشطه وفضيتها في الصينيه. متنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه